بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيفي الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا. أهلا بك وبالمشاهدين، مرحبا. حياكم الله. مستمعينا ومشاهدينا، نحن في صدد استقبال مشاركاتكم وأسئلتكم واتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شبكة سلام الإعلامية. طيب، بداية دكتور، تحدثنا في الحلقة الماضية عن حقوق الإنسان تجاه البشر من عامة الناس، مثل المعاملات المالية والعلاقات الزوجية، وحقوق الفرد تجاه الدولة والدولة تجاه الفرد بشكل عام. دعنا اليوم نسمو بالحديث شيخنا ونتكلم عن شيء أعظم من هذا كله، عن حقوق هي من أهم ما يجب على المسلم مراعاته في دينه، وهي حقوق العبد تجاه ربه عز وجل. كيف للعبد أن يوفي هذه الحقوق وكيف له أن يعرفها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بالنسبة لموضوع الحقوق، دعني هنا أدخل بمدخل تمهيدي حتى تكون الصورة واضحة عند المشاهد. موضوع الحقوق سواء كان تعلق بالله أو تعلق بالخلق، بالنسبة للإسلام هي عبارة عن أسميها مقصوصة أو منظومة الحقوق أو مقصوصة الحقوق كما عبر عنها بعض المفكرين الإسلاميين. وأخذ ذلك من قوله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وهنا سبحان الله موضوع يقص الحق وهو خير الفاصلين. القص إما من القصص وإما من القضاء، يعني لأنه في قراءة تقول إن الحكم إلا لله، يعني يقضي الحق. في قراءة الكوفيين والبصريين يقضي الحق، لكن القراءة التي يقرأها ابن عباس وابن كثير يقص الحق. والذين ذهبوا إلى قراءة يقضي الحق اعتبروا من الفصل، والفصل يكون في القضاء. والذين قالوا بالمقصوصة من القصص أخذوها من أحسن نقص عليك أحسن القصص. لكن هنا المسألة سبحان الله أعمق بكثير من هذه المعنى الذي نتكلم عنه، وهو كأنما الله سبحانه وتعالى يقول بأن ما يتعلق بالحقوق أنا الذي أقص فيه وأنا الذي أفصله. والأداة دائما عندنا في موضوع قص الثياب هي المقص. نعم. فكأنما الله سبحانه وتعالى يضع لكل ذي مقاس مقاسه، لكل ذي مقاس مقاسه، فيضع المقاسات المتشابهة للمتشابهين والمقاسات المختلفة للمختلفين. ولا أحد يستطيع أن يضع مثل ما يضع الله تبارك وتعالى، لأن مثل هذا النوع من التشريعات يحتاج إلى العلم التام والقدرة التامة. ولا أحد يستطيع أن يقول بأن والله أنا أمتلك العلم التام. العلم التام لأنه يتطلب علم ما كان وما هو كائن وما لم يكن. فما لم يكن اللي هو قضية الغيب، الله عز وجل يقول: يغذف بالغيب علام الغيوب. وكأنما الله يرمي بأحكامه إلى مدى بعيد جدا، أبعد مما نتصوره، بناء على إيه؟ بناء على علمه جل جلاله. الإنسان سبحان الله مهما سمع علمه ومهما سمع عقله يبقى في النهاية قاصر، ويبقى في النهاية أمره محدود. هنا فيما يتعلق بموضوع الحقوق الذي تكلمنا عنه، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية وعلاقات الإنسان ببيئته ومنظومة الحقوق بعيدا عن حقوقه بالله، لو أخذ بها حتى غير المسلم يعيش حياة سعيدة في الدنيا. حتى لا نتصور بأن مقصوصة الحقوق والأحكام المتعلقة بالحقوق تحديدا فقط هي تصلح للمسلمين، لا، ليست من منظور ديني، ليست من منظور ديني بحت، لأنها لها علاقة بالاستخلاف في الأرض. نعم. يعني كل التشريعات المتعلقة بالأرض والاستخلاف والعمران والديناميكيات والحركيات والأدوات التي تعمل، إذا أخذنا بنفس أدوات الشريعة فإننا في نهاية المطاف نصل إلى الصلاح الدنيوي ونتجنب الفساد الدنيوي. ظهر الفساد في البر والبحر. فأنت حتى لو كنت مثلا عندك مشكلة مع الله، لكن في الدنيا أخذت بأحكامه، أحكامه هذه تصلح للكل، المسلم وغير المسلم. ودي نقطة مهمة جدا. المسألة الثانية، المنظور الذي نتكلم فيه في موضوع حق الله تبارك وتعالى.
موضوع الحقوق عموما إذا قسمناها إلى قسمين، قسم يتعلق بالخلق والعباد وقسم يتعلق بالله. بعد ذلك في تفصيل هائل في قسم الخلق. نعم. لكن دعنا نقول الآن القسم الأول وهو حقوق الله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان ما استطاع أن يتعرف على الله حق معرفته ويعلم عنه حق علمه ويقصده حق قصده، يعني بحيث يكون قاصدا لله تبارك وتعالى، فإنه بطبيعة الحال سيستبعد منظومة الحقوق وقضية حق الله. يقول لك بناء على إيش؟ فهنا نقول نحن موضوع حقوق الله تبارك وتعالى ابتداء هو منظور أخلاقي. المنظور الأخلاقي في أن الإنسان من أحسن إليه يقابل الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا هذا منطق الأخلاق. نعم. طيب من هو أفضل وأحسن من أحسن إلى الخلق؟ الله سبحانه الله جل جلاله. نعم. فأول قضية يتصورها الإنسان المسلم في موضوع حق الله هو أنه يعتقد بأن هذا الكون له خالق، وأنه أحسن الخالقين. وأحسن الخالقين هذه دلالات عظيمة جدا، ليس في الخلق فقط ولكن في الخلق والإعداد والإمداد. هذه المستويات الثلاث إذا تصورها الإنسان اعتبر بأن الله الذي خلقه وخلق الكون كله وله الخلق، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق العوالم المختلفة، عوالم الملائكة، عوالم الجن، خلق الكرسي، خلق العرش، خلق كل ما يسمى مخلوق فهو مخلوق لله. نعم. ثم بعد الخلق أعد كل مخلوق لما يناسبه، فأعد النملة وهي أصغر ما يمكن أن نتصوره في المرئيات، وأعد أيضا عالم الذر مما ليس بمرئي إلى عالم المجرات التي هي ربما أضخم ما يمكن أن نتصوره. كل واحدة من هذه أعدها لما يناسبها، ثم أعد أيضا الإنسان لما يناسبه، وأعد الملائكة لما يناسبه، وأعد الجن لما يناسبه. إذن خلق ثم أعد. ضمن منظومة الإعداد هذه أعد هذا الإنسان ليكون مستخلف في الأرض. إذن خلقه وأعده. من أعظم ما أعد به الإنسان أنه جعله كائنا عقلانيا، فزوده بأعظم آلة وهي العقل. إذا خلق فسوى، والتسوية هنا فيها منظور العقل اللي هو أن هذا الإنسان له عقل يستطيع. ثم هذا الإعداد نفسه أيضا زوده بمنظور آخر وهو موضوع الإمداد المستمر الذي لا ينقطع. هذه سبحان الله ثلاثية عظيمة جدا لتتحدث بعد ذلك عن ما هو حق الله. لأن الذي لا يعترف بأن الله خالق، ولا يعترف بأن الله أعده فهو ربه، ولا يعترف بأن الله أمده، لا يمكن أن يعترف له بإيه؟ بالحق. ما التفسير في الإمداد القضية الثالثة؟ أحسنت. الإمداد هو أن هذا الإنسان بعد أن خلق وأعد، لو أن الله تبارك وتعالى لم يزل مستمر معه بعنايته المتتالية والمتتابعة لهلك. فنحن في يوميا الله تبارك في كل يوم له شأن، يعطي ويرزق وينعم، وتتتالى علينا نعمه لا تتوقف، فهي عملية إمداد مستمرة. تصور لو لم يكن هنالك إمداد من الله تبارك وتعالى لتوقف القلب وتوقف العقل وتوقفت الروح، توقف كل شيء. فبعد أن خلقك وأعدك ما تركك هكذا، أيضا ظل يزودك بشكل مستمر. فهو الله تبارك وتعالى أنت محتاج إليه بعد أن خلقك وأعدك، محتاج إليه باستمرار أن يمدك. طيب هذه الحالة باختصار هي حالة مبسطة تشكل عقيدة المسلم، أن الله خالقي، أن الله هو الذي أعدني، أن الله هو الذي يمدني. إذن هل هذا الإله الذي خلق وأعد وأمد له عليك كعبد حقوق أم لا؟ لا شك. هذه القضية تبنى عليها المنظور بتاعت الحقوق بالنسبة حقوق الله تبارك. طيب الله بعد أن فعل كل ذلك خاطبنا بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إيش قال؟ الذي خلقكم، نفس المنظور الذي تكلمنا. نعم. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلق السماوات، الذي خلق لكم الأرض، الذي خلق لكم الأرض وخلق يعني خلق لنا الأرض وخلق السماوات، يعني خلق لنا ما هو مسخر لنا، وكل ذلك جميع منه، يعني هو سخر لنا كل ذلك، خلق لنا ما في السماوات والأرض جميع منه سبحانه وتعالى ليكون مسخر لنا. طيب هو سخر لنا وأعدنا وأمدنا وقال لنا بعد ذلك أنتم مطالبون بالعبادة.
أي التأله لله تبارك وتعالى والألوهية. وهنا طبعا موضوع مهم جدا، وهو ارتباط الخالقية بالألوهية. ارتباط الخالقية بالألوهية كما قال الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. فمرتبط المفهومين بعضهم. فهنا أعظم حق لله تبارك وتعالى بعد أن ندرك المنظور الذي تكلمنا عنه، والمنظور هو منظور أخلاقي، لأن من سوء الأخلاق أن يجحد الإنسان خالقه. نعم. ولذلك أعجبتني مقولة لعلي عزت بيقوفيتش عليه رحمة الله، يقول: لا يوجد إلحاد أخلاقي، ولكن يمكن أن يكون في ملاحدة أخلاقية. يعني يمكن هو ملحد عنده أخلاق، نعم. بالفطرة، بالبيئة، بالتأثر، لكن لا يمكن أن نصف الإلحاد في ذاته بمنظور أخلاقي. فالإلحاد بطبيعته ليس أخلاقيا، لأن فيه جحود، فيه جحود، فيه نكران، فيه كذا، وبالتالي لا يوصف بأن الملحد أخلاقي. الإلحاد ليس أخلاقيا، وبالتالي نحن المؤمن هو الأخلاقي. المؤمن لأنه يعترف لمن أحسن إليه بالإحسان. فالله عز وجل قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أعظم حق لله تبارك وتعالى في مقابل كل هذه النعم أن نعبده وأن نشكره ولا نكفره. والدين كله كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله يمكن أن يعني في بعده الإيجابي نقول عنه بأنه شكر، وفي بعده السلبي نقول عنه كفر. فالذي لا يؤمن بالله يكفر، والذي يؤمن بالله قمة ما يمكن أن يصله أن يكون شاكرا. لأن الذي يكون شاكرا يكون أول مسلما لله، مؤمنا به، عاملا بشريعته، شاكرا لله. أعظم: يا أيها الذين اتقوا ربكم لعلكم تشكرون. فمن اتقى الله غاية التقوى ستكون إلى شكر الله تبارك. هل نقدر نقول أن هذا هو كيف للمسلم أن يوفي حق ربه؟ على كل هو من الصعوبة أن نوفي حق الله، لا يمكن أن نوفي حق الله، لكن نحن نقوم بما أمرنا الله به. لكن لما كان التعامل معه سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نقول وفيناه. أن كل هذه القضية نعم. لو قال لنا الله تبارك وتعالى: والله أنا في مقابل العينين، نعمة العين، نعمة البصر، ونعمة السمع، ونعمة الأكل، ونعمة الشراب، أريد أن أحصي كل ذلك وأحاسبكم عليه، ما استطعنا. يعني لا يمكن أن نوفي. لا، لماذا؟ لأن هذه النعمة التي أنعم الله ممن هي أصلا؟ منه. ولذلك كان بعض العارفين يقول: إن من أعظم ما يلفتنا الله طبعا إلى نعمه عندما نشكره هو أن الله الذي ألهمك الشكر تحتاج إلى أن تشكره في أنه ألهمك الشكر، تحتاج إلى ذلك. فنحن على كل في موضوع العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في هذا الموضوع حديث معاذ رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم، قال: يعني يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نأتي الآن في قضية الشطر الأول. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق الأعظم طبعا، لا يعني أنه خلاص اختزل الحق وكل الحقوق كلها في هذا الجانب، لكن هذا الحق حتى لا نطيل، هذا الحق نفسه سيكون فيه محبة الله وخشية الله والتوكل على الله والخوف منه ورجاءه وحسن الثقة به والأمل فيما عنده ورجاء ما عند الله تبارك وتعالى وطاعته جل جلاله والعمل بشريعته وحاكمه. كل ذلك تحت أن يعبدوه ولا يشركوا به. نعم. هذه من القضايا اللي ممكن تأتي قضايا تفصيلية ما حق الله على العباد، لكن هو أخذ يعني كما يقال أطلق الكل وأطلق الإجمال، ولكن تحته عدد كبير جدا من التفاصيل. لماذا أطلق التوحيد؟ لأنه إذا بطل التوحيد فلا خير في كل الأعمال الأخرى. نعم. يعني أشرك الإنسان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن من وفر الحد الأدنى نسميه بتقوى الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حقق هذا المستوى، فإن ذلك يؤهله لأن يدخل الجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فمن لم يكن تقيا لا يدخل الجنة. والتقوى هنا المقصودة بالذات تقوى الإسلام وليس تقوى الإيمان، لأن تقوى الإيمان بعض أهل الإيمان قد يعذبون في النار، لكن في النهاية يدخلون الجنة. فهذا باختصار شديد جدا موضوع حق الله تبارك وتعالى. طيب. المبني على اعترافك بخالقيته واعترافك بإمداده واعترافك بإعداده واعترافك بربوبيته واعترافك كذلك بأسمائه وصفاته جل جلاله. طيب دعني أدخل معك في الحديث الذي ذكرته عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.
فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذبهم. هنا قد يطرأ على المستمع سؤال: كيف يمكن أن يكون لي حق عند الله وهو الخالق المتصرف القادر على كل شيء؟ ومن هو المستحق لهذا الحق شيخنا؟ أحسنت. هل هنالك من له حق على الله؟ الحق بمعنى الإيجاب والإلزام، لا أحد له حق على الله. فالحديث يحمل على معنى التفضل والإنعام. جميل. يحمل على معنى أن الله تفضل. لماذا؟ لأنه كما ذكر كل النعم التي يوليها الله علينا تستحق منا المقابل، والله عز وجل ما طلب ذلك، لم يطلب ذلك. ولذلك حتى الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله على سبيل المكافأة والمقابلة، ما في أحد يدخل الجنة إلا أن يتغمده الله برحمته. لا يعني الحديث نفي أهمية الأعمال في دخول الجنة، لا، لكن لو أردنا أن نقول بأن والله أنا بس يا رب حاسبني بعملي فإن أدخلني الجنة فبها، ما في أحد يدخل الجنة. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا. مع أنه كثير من الآيات طيب تتكلم عن تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هنا يتحدث عن سبب دخول الجنة، وهناك ينفي مسألة المقابل للجنة. فمسألة المقابل لا أحد يستطيع أن يقول والله أنا استطعت أن أوفي ثمن ومقابل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. وبالتالي هذا الحديث العلماء عندما تكلموا فيه قالوا: أول لا موجب ولا ملزم لله تبارك وتعالى. طيب ماذا نفعل مع هذا الحديث الذي ورد في حق الله على العباد؟ قالوا: ورد هنا على سبيل المقابلة. فالله لما ذكر حق العباد ذكر مقابله إيه؟ لما ذكر حق الله ذكر مقابله حق العباد. لكن هنا يفهم في سياق التفضل والامتنان والإحسان من الله تبارك وتعالى، ولا أحد يوجب على الله شيء، ولكن الله عز وجل يوجب على نفسه ما شاء جل جلاله. يعني تقصد أنها من باب ليست من باب الحقوق بل من باب التفضل. من باب التفضل هكذا، نعم. طيب إذا كانت من حقوق الله على العباد امتثالهم لأوامره واجتنابهم لنواهيه، وحقوق العباد على الله أن لا يعذبهم، فهل مراعاة هذا والأخذ به يعتبر من الأصول المسلمة في الإسلام والتي يجب على المرء اتباعها؟ لأنها قد يقول قائل في هذا أن علاقتي مع الله سبحانه وتعالى تكون علاقة روحانية وعلاقة حب أكثر من كونها علاقة حقوقية أو كذا. على كل هنا طبعا مسألة مهمة جدا، وهو بعض الناس كما تفضلت يقول أنا أحب الله، لكن الله عز وجل بيّن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهنا نلاحظ أن الإسلام لا يحاول أن يبني العلاقة على علاقة قلبية محضة، ولكن يؤسسها على علاقة قلبية فيها محبة، فيها خشية، فيها رجاء، فيها كذا أعمال قلبية، ويؤسسها كذلك على جانب عمله. فهو يقول لك: نعم، إن كنت صادق في هذا الحب فإن هنالك محطات لاختبار هذا الحب، اختبرك ونبتليك. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وكما قالوا: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فأنت عندما تزعم بأنك تحب الله، التحدي هو هل تعمل بشريعة الله؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عنده مقولة جميلة جدا يقول: جماع الدين أو جماع الدين ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. فأنت عندما يخاطبك الله تبارك وتعالى بقوله اعبدني، العبادة تتأسس على المحبة، ولكن هنالك أعمال لهذه المحبة، وهكذا طبيعة البشر. يعني كم من الناس يزعمون بأنه يحب فلان، لكن المحك عند كل من تزعم أنك تحبه، المحك سينظر إلى أعمالك وتصرفاتك. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. فموضوع أنه والله أنا علاقتي روحانية وعلاقة حب مع الله، ولكن لا علاقتي لي بالأعمال، هذه دعوة ليست صحيحة. والقرآن الكريم نفى هذا النوع من الحب، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالدليل على محبة الله تبارك وتعالى والبعد الأخلاقي الذي تكلمنا عنه هو أن تعمل بشريعته على ما جاء بها رسله وعلى ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا كشريعة خاتمة. طيب بالحديث عن روحانيات شيخنا، نوع أيضا من أنواع العلاقات بين البشر يعتقده الناس روحاني أو مشاعري أكثر من كونه حقوقي، وهي علاقة المرء بوالديه. هل توجب علينا شرعا أن نطيع الوالدين لأنهم من جاءوا بنا إلى هذه الدنيا فيصبح الموضوع رد للجميل أو رد للدين، أم أن الموضوع أسمى من هذا؟
بنفس الطريقة العلاقة مع الوالدين أيضا علاقة أخلاقية، وعلاقة فيها البعد الوجداني وفيها أيضا البعد الآخر، بعد العملي. في إطار البعد الوجداني في قضية أنه أنت بعضه، أنت بعض، يعني البنوة فرع الأبوة، نعم. فالولد فرع أبيه، وهو الذي تسبب في وجودك في الحياة. هذا جانب على كل تراعي فيه، ويبقى هذا الجانب لا يسقط مطلقا، وسواء أساء إليك أو يبقى هذا الجانب على كل يعني واجب فيه أن تراعي هذا. لكن هل فعلا تتوقف مهمة الوالدين في أنهم والله كانوا سبب إيجادك فقط، أم أن هنالك أمور أخرى عمليا، خصوصا لمن عاش في بيئة فيها والدين؟ بعض الناس قد يكون والله توفي والده وتوفيت والدته وعاش يتيما، لكن يبقى أيضا استلمته أسرة، ولهذه الأسرة التي استلمته أيضا وربته حقوق أخرى. فهذه الحقوق، هذا النوع من الحقوق سيظل الوالدين إذا كانوا أحياء، فهم الذين تولوا التربية وتولوا العناية وتولوا الاهتمام وتولوا السهر وتولوا عملية أنه والله يضحوا في سبيل أن تكون أنت سعيدا، في سبيل أن يرونك أفضل، وفي سبيل أن يروك متقدما. فستلاحظ بأن ليست المسألة فقط جانب المشاعر فقط، ولكن هنالك قضايا عملية فعلا بذلها الوالدان ويستحقون عليها منك البر، من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذه سبحان الله من أعظم الآيات في البعد الأخلاقي، هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالإنسان بطبيعته صحيح أن الوالد كان سبب في وجودك، ولا تكن أنت سبب في عدمه كما يقولون، يعني في قضية هل يقتل الوالد بولده إذا قتله أم لا. فكانوا يقول الفقهاء لأنه كان سبب في وجوده لا يكون هو سبب في عدمه، فرفعوا عنه موضوع القصاص. لكن بعيدا عن هذه الجزئية، الوالد صحيح كان سبب، لكنه لم يتوقف عند السبب، بل ظل هو سبب أيضا لأمور أخرى، سبب في التربية، سبب في الرعاية، سبب في الاهتمام، حتى بلغ الرجل ما شاء الله الرشد. تجد أن من كان وليا له وقائم بأمره هو الوالد. كل هذه الأمور تستحق عندما يضعف هذا الوالد، ويوم من الأيام كان قويا وشابا وكذا ولم يحتاج إلى أحد، فلما يكبر وتضعف حاله هو محتاج أيضا إلى ولده. وهذه سنة الحياة، رعاك عند صغرك وأنت ترعاه الآن في كبره، عندما يكون خلاص يعني ضعف جسمه وكذا. فهذا تقريبا الجزئية. فهي ليست روحانية بحتة بمعنى الناس يختزلوا الأمور كلها في قضايا قلبية فقط، ولكن هي قضايا قلبية وكذلك أيضا قضايا عملية. طيب، ذكرتم قبل قليل شيخنا حقوق التي يجب أن يراعيها المرء تجاه والديه، مثلا النفقة والرعاية وما إلى ذلك. هذه في قضية مراعاتها، ماذا عن قضية إعطائها من الوالدين؟ هل هو حق على الابن أن يوفر له هذه الحياة الكريمة والنفقة والرعاية وما إلى ذلك، أم أنها تفضل منه؟ نعم. هو إلى أن يكلف الابن يصل مرحلة التكليف، الذكور يصل مرحلة التكليف، والإناث إلى أن يتم مرحلة التزويج، واجب على الوالد أن ينفق عليهم وأن يعلمهم وأن يهتم بهم وأن يرعاهم، هذا واجب عليه. فإذا بلغ الولد وصار مكلفا يمكن بعد ذلك أن يتفضل الوالد، ولكن لا نستطيع أن نوجب عليه. للأسف الشديد طبعا هذه الجزئيات كثيرا ما تقابلنا، يعني بعض الشباب أو بعض الأولاد ما شاء الله تجد أن الوالد مستمر معه إلى الجامعة، وهو في الجامعة وينفق عليه ويشعر مع ذلك أن والده مقصر. لا، ما هكذا. أنت كذكر الوالد يجب عليه أن يستمر معك حتى البلوغ. يمكن بعد ذلك أن يقول لك أنزل السوق، يمكن يعني إذا تعاملنا بمنطقة الحقوق ومنطقة الواجبات يمكن يقول لك خلاص دبر حالك واشتغل وأنزل إلى السوق واضرب في الأسواق، أو يقول لك خلاص كمل دراستك اشتغل في المساء. لكن مع ذلك سبحان الله مجتمعاتنا حتى هذه اللحظة، لأنها مجتمعات قائمة على البعد الأخلاقي، قائمة على الجانب التراحمي، قائمة على التكافل وليس على الفردانية. يعني لاحظ في أوروبا الآن قائمة الأمور كلها على الفردانية، استمر معك حتى الولد إلى 18. بعد 18 إما أنت تخرجه من عندك، وإما هو أيضا يخرج بنفسه. لكن المجتمعات المتراحمة، وهذه سبحان الله خاصة في المجتمعات اللي عندها مجتمع الأريتري مثلا، تلاحظ بأن الوالد يستمر في الإنفاق وفي التعب وفي السهر إلى أن يزوج الأولاد. نعرف ذلك، يعني تجارب عشناها، وهو أن الوالد يرى من واجبه عليه، لأن الثروة عنده كانت زمان مثلا الثروات كلها مع الوالد، ولا يمكن لأحد، يعني الأولاد يعملون في ظل والدهم،
في الرعي في المزارع في كذا. فكان واحدة من مهام الوالد أنه والله يزوج الأبناء، فإذا تزوج الولد أعطاه شيئا من ماله، سواء كان من الأنعام أو كان من المال السائل. فهذه على كل مجتمعات متكافلة، مجتمعات قائمة على الفضل، قائمة على الإحسان، وليست على قضية العدل المحض. العدل المحض هو أنه ينفق عليك حتى تبلغ. والبنات طيب، البنات حتى يزوجن، البنات حتى يزوجن، يعني تظل البنت سبحان الله، هذه واحدة من خصائص الإسلام، المرأة في كل مسيرتها مكفولة، يعني مكفولة حتى الزواج مع والدها، ومكفولة بعد الزواج مع زوجها. لا قدر الله حصل طلاق تعود إلى كفيل آخر، حتى وهي تعمل مش مشكلة، حتى لو عندها مال، لكن هنالك جهة مسؤولة منها من الناحية المالية. فهذا على كل فيما يتعلق بموضوع هل هي حقوق فعلا واجبة أم هي حقوق فيها. هنالك مرحلتين، المرحلة الأولى ما قبل البلوغ، هذه واجب فيها الأكل والشراب والتعليم والرعاية والاهتمام وكذا. هنالك مرحلة ما بعد البلوغ، هذه يمكن للرجل أن يقول لأبنائه يعملون بعد ذلك. طيب، للحديث بقية شيخنا. مستمعينا الأفاضل، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ عدنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان،
ونستكمل الحديث مع سماحة الدكتور حسن سلمان. طيب شيخنا، تحدثنا عن الحقوق بين الوالدين والأبناء، ماذا عن الإلزام والإكراه الناتج من الآباء تجاه أبنائهم في قضية مثلا هم يقولون أنهم يعرفون مصلحة الابن أكثر من نفسه في قضية السلك التعليمي مثلا، أو في رغبة الابن في الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، أو في الأصدقاء من تصاحب أو من لا تصاحب، هل هذا يعد من سلب الحقوق بينهما أم أنه وارد؟ طبعا عندنا في الإسلام حاجة اسمها الولاية، فجعل الله تبارك وتعالى المنظومة الحقوقية التي تكلمنا عنها كلها قائمة على مجموعة من الولايات. الولاية الأعظم طبعا هي ولايتنا لله تبارك وتعالى، إنما وليكم الله ورسوله. هذه الولاية الكبرى التي تندرج تحتها كل هذه المنظومات التي نسميها ولايات. ثم هنالك عندنا ولاية الإمام الأعظم اللي هو الإمام المسلمين، ثم الولاية إلى أن نصل الولاية الخاصة بالأسرة. سبحان الله، الإسلام جعل منظومة الأسرة هذه النواة الأساسية لكل المنظومات التي نتكلم عنها. كل ما يتعلق حتى في النظام السياسي الكلي يبنى على هذه الجزئية. لاحظ الآن النموذجين المتغايرين، النموذج الغربي الذي يفتت الأسرة، والنموذج الإسلامي الذي يكرس مفهوم مفهوم الأسرة بمنظومة من الحقوق، منظومة من الحركيات إنجاز التعبير، منظومة من القوانين، منظومة من التشريعات. لا تستطيع أنت أن تنفك عن هذه المنظومة إذا أقريت بأن والله أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمثلا هنا نأتي قضية أنه والله هنالك ولاية للوالد على أبنائه. هذه الولاية يمكن بنفس الطريقة التي تكلمنا أن تقسم إلى مرحلتين. في ولاية يستطيع فيها الأب أن يكره أبنائه، اللي هي ولاية ما قبل الرشد. هنا إذا كان لهم مال فإن الوالد قد يكون أعرف بمصلحتهم في أموالهم، وقد يكون أحيانا محجور عليهم في أنهم ما يتصرفون في أموالهم لأنهم لم يبلغوا مستوى الرشد. حتى الأيتام بنفس الطريقة يكون الولي هو الذي يتصرف في ممتلكاتهم. عندك أيضا الوالد أعرف بمصلحة أبنائه ما قبل البلوغ، فمثلا يلزمهم القراءة، وخصوصا إلى المرحلة التي ذكرناها، مثلا إما مرحلة الأساس أو المرحلة الثانوية التي يجب فيها أن يكون هو يهتم بتعليمهم، يجب أن يعلمهم، مش قلنا قبل يجب أن يعلمهم. طيب في هذه المرحلة لا يتساهل معهم، لابد أن يوجب عليهم ما ينفعهم وما يصلحهم. لكن نحن هنا لا نميل إلى فكرة الإكراه بشكل عام، هو يحرص أن يلزمهم ولكن يترك لهم مساحات الاختيار. مثلا في التعليم أنت تلزمه بأنه لابد يتعلم، لكن اترك له المساحات في الاختيار في التعليم حتى لا يكون ضيقت عليه مساحة الحركة. أحيانا شخص ما راغب في نمط تعليمي معين، يبحث له عن نمط آخر، فكل ميسر لما خلق، لكن لا تتساهل معه في أن يكون جاهلا، لا. طيب هذا الولد خلاص تجاوز مرحلة الولاية وصار ما شاء الله راشد وبالغ، هنا يكون دورك معه دور النصح والتوجيه العام والإرشاد العام، فإن أخذ به فالحمد لله، لكن ليس لك عليه سلطان. نعم. فهنا نحن نفرق بين المرحلتين، مرحلة أن يستقل فيها الشخص من خلال التكليف خلال الرشد صار مسؤولا، والمرحلة التي لا زال تحت ولايتك ولا زال تحت عنايتك واهتمامك، وأنت من ينفق عليه وأنت من يقوم بواجباته، فطبيعي جدا أن يكون لك عليه ولاية. كما يقال يعني من يصرف ومن يعني يمول يوجه، مش كده؟ نعم. في حياتنا كلنا نقول من يمول يوجه، ما في حد ينفق أموال وليس له سلطة التوجيه. نعم. هذا على مستوى أسرة، أنت تنفق على هذه الأسرة، من حقك وواجبك أن تنفق. الآن مثلا الأمم المتحدة أعظم دولة الولايات المتحدة، لكثرة ما تنفق تجدها تستخدم فيتو كثير جدا، وبتتدخل في شؤون الأمم المتحدة وتوجه مسارات الأمم المتحدة. فمن يملك سلطة التمويل يملك قدرة التمويل، يملك سلطة التوجيه. فهنا على كل نحن نقول كل ما كنت قادر على الإقناع وبالحوار وبالتي هي أحسن لسوق الناس، أي ما يسمى بالنمط القيادي، أفضل من النمط الرئاسي. النمط الرئاسي أوامره، النمط القيادي إقناعه. فأنت كيف تستطيع على كل أن تتحول بالنسبة لأبنائك قدوة قيادية ولست سلطة إدارية قاهرة. فكلما استطعت أن توجههم أن ترشدهم بالحوار بالتي هي أحسن وتبين لهم ما يصلحهم، فهذا هو الأفضل. ومن هنا تأتي قضية إنه إلى أن نصل أحيانا مثلا البنات، موضوع الإجبار مثلا في الفقه الإسلامي في قضية التزويج ما حصل إلا للقاصرات،
مثلا القاصرات، البنت التي تكون قاصرة يريد يعني يعطي الفقه مثلا أبوها عملية التزويج، لكن لو أنها بلغت وصارت راشدة وليست قاصرة من حقها أن تقول لك لا أنا لا أريد هذا، أعرف مصلحتي. فأنت لا تستطيع هنا أن تجبرها وتكرهها وتحدد لها إنه والله لابد أن تتزوج ود عمها مثلا، مش كده؟ نعم. يقول لك نحن ما في بنت تطلع من ود عمها، هذا كله كلام ما صحيح. فهنا الإكراه، التعامل الأبوي أو تعامل الوالدين مع أولادهم نقسمه إلى مرحلة ما قبل الرشد ومرحلة ما بعد نعم. الرشد. في المرحلة الأولى عندك إلى حد كبير مساحات في الإكراه، ما يسميه مساحات في فرض الخيارات، وعندك ما بعد ذلك لهم حق الاختيار ولهم أن حق يحددوا مساراتهم. إذن هي مرحلتين، ما قبل الرشد وما نعم. بعد الرشد. نعم. طيب في علاقة أيضا المرء مع أمه وأبيه، هل فروض الطاعة، هل من الحقوق تجاه الوالدين شرعا أن يطيعهم بكل ما أوتي وأن يعني يبذل الغالي والنفيس لهم، أم أن الطاعة الظاهرة وعدم عصيان الأوامر كافية في هذا؟ هو على كل أول لا بد أن ندرك بأن العلاقة مع الوالدين هي علاقة قربة إلى الله، وعلاقة فضل وإحسان أكثر من علاقة أنها عدل. العدل أنك تقوم بالواجبات، هذا هو العدل. نعم. وأن لا يكون هنالك عقوق، يعني لا يحصل عقوق للوالدين ولا يحصل إجحاف في الواجبات، هذا العدل. لكن سبحان الله العلاقة مع الوالدين لا تقوم على ذلك، بل تجد في القرآن الكريم دائما فكرة الإحسان هي الحاضرة، والإحسان فوق العدل، بمعنى أنت تؤدي لوالديك بمنطق الإحسان لا بمنطق العدل. بمنطق العدل أن تقوم بما يكافئ الواجبات، لكن الإحسان أن تقوم بما هو زائد عن الواجبات. فعلاقتك مع والديك هي علاقة تقرب مستمر إليهم في النوافل وفي الإحسان وفيما يعني حتى أحيانا بعض التصرفات التي نراها سبحان الله نراها بسيطة، لكن بالنسبة للوالدين كبيرة وكبيرة جدا، مثل قضية الاهتمام، إدخال البسمة عليهم، إدخال السرور عليهم، عدم رفع الصوت بحضورهم، عدم التقدم أمامهم في المسير. في كثير من القضايا سبحان الله قد لا تدخل في الواجبات لكنها تدخل في أبواب الأدب مع الوالدين وأبواب الإحسان، ولذلك الله يقول وبالوالدين إيه؟ إحسانا. فالإحسان هذا أعلى درجات الفضل، أعلى درجات الفضل هو الإحسان. ففي جانب الله أن تعبد الله كأنك تراه، في جانب الوالدين أن تعمل كل ما يمكن بذله في الواجبات وفي المستحبات وفي القضايا الزائدة عن الواجب، ولا ترى مع ذلك وفيتهم حقهم، لا ترى أنك وفيتهم حقهم. هذا هو المستوى. وبالتالي منطق الحقوق بالذات منطق الواجب وعدم الواجب إذا تعاملت فيه مع الوالدين ما تكون تعاملت بالبر والإحسان، تعاملت بمنطق آخر. هذا ممكن يصلح مع الأصدقاء، يصلح الأصحاب، الزملاء، كذا، لكن مع الوالدين الأمر مختلف، لأن حقهم عليك حق عظيم يأتي بعد حق الله تبارك وتعالى. طيب دعنا نوسع دائرة قليلا شيخنا، نتكلم عن الأرحام أو الأقارب. قد يقول قائل لماذا يكون لي أو علي واجبات أو حقوق تجاه أقاربي؟ قد يكون البعض يرغب في أن حدود علاقته مع أقاربه تكون سلام أو تكون في المناسبات العامة أو الأعياد أو ما إلى ذلك، فهل هناك وجوب، هل هناك حقوق أو واجبات بين المرء وأقاربه، ولماذا وجدت؟ هنا ودعني أقول النقطة التي سبقت لا بد أن أعيدها هنا، وهو أن الإسلام ينشد مجتمعا متراحما متكافلا. جميل. بما أنه ينشد مع البشرية كلها هذا النوع من المجتمعات، يعني المجتمع الذي نريد أن نؤسسه هو مجتمع تراحمي تكافل، ليس مجتمعا فردانيا أنانيا قولا واحدا. يعني لا نريد أن نصل بأخلاقيات المسلم أن يكون أنانيا يعيش لنفسه، ولا يكون فردانيا يعيش أيضا لذاته، لا، هو هذا المسلم يعيش في شكل من أشكال التكافل والتراحم. فإذا وجد لقمة بإمكانه أن يشرك فيها غيره معه فليفعل. هذا المجتمع المتكافل. هذا المجتمع سبحان الله الذي نصفه نحن إحسان بالمجتمعات البدائية، نسميها المجتمعات البسيطة غير المركبة والمعقدة، تجد هذه القيم أصيلة فيه. تجد الناس المتجاورين، يعني تجد الواحد يتعاون في إطار المزارع، تجد حاجة اسمها الذهاب جميعا إلى مزرعة فلان لنحصدها، نذهب إلى فلان لنساعده. هذه ما بتلقاها في المدينة. هذه المجتمعات المدنية هذه خرجت عن هذا للدعكة من ذلك. أحيانا سبحان الله الواحد في العمارة الواحدة لا يعرف من هو جاره أصلا. نعم. لكن في الريف لا، تعرف أبناء القرية كله،
وتتعاون معهم جميعا. فالمجتمع التراحمي التكافلي هو على كل هذا. فالإسلام على كل يريد منا، سواء كنا في الحالة المدنية أو كنا في الحالة البدوية البسيطة، يريد منا مجتمعا متراحما، مجتمعا متكافلا. طيب إذا كان الله بشريعته يحث أن نكون مجتمع متراحم، مجتمع متكافل، فإن ذلك من باب أولى أن يكون للقريب الذي تجمعك معه صلة قربة. ونحن عندما نتكلم عن الأرحام والأقارب نقصد بهم من كان لك معه صلة سبب أو نسب. صلة نسب أو سبب. صلة الأنساب من جهة الوالدين أو من جهة الوالدين، مثلا من جهة الأب أو من جهة الأم، هؤلاء أرحام. فأنت مثلا الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم يتفاوتون في الدرجة طبيعة الحال، ويتفاوتون كذلك في المحرمية. فهنالك أقارب يشكلون بالنسبة لك محارم، وهنالك أقارب لا يشكلون محارم. يعني أنت خالتك أنت بالنسبة لها محرم، لا يجوز لك أن تتزوج بها، لكن بنت خالتك هي قريبة بالنسبة لك وذات رحم، ولكن يجوز لك إيه؟ وهذه درجتها دونها. الخالة مثلا درجتها أقرب إليك من بنتها، مش كده؟ فعندك الأقارب إما بالنسب، هذه أقارب النسبي، وإما بالسبب. السبب أحيانا قد تكون مصاهرة. نعم. التصاهر يشكل سبب، والرضاع أيضا قد يشكل سبب. الأخت من الرضاعة هي في النهاية بسبب. فهذا النوع على كل من الأسباب يجب فيها أحكام. يجب فيها أول حكم في هذا الاتجاه ترك القطيعة، ألا تقاطعه. سبحان الله، الله تبارك وتعالى في العلاقات البشرية، يعني عندنا آية في كتاب الله تجمع العلاقة مع البشر والعلاقة مع الطبيعة. العلاقة مع الطبيعة إذا لم تكن بشريعة الله تؤدي إلى الفساد. العلاقة مع البشر إذا لم تكن بشريعة الله تؤدي إلى القطيعة. لاحظ الله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الإفساد في الأرض غالبا كل ما ترى عبارة الفساد له علاقة بالبيئة والطبيعة. نعم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. سلوك الإنسان يؤثر على البيئة يؤدي إلى الفساد. ونحن الآن طبعا نعاني هذه الأيام من مشكلة البيئة، والجماعة كل يوم مجتمعين والمجموعة 20 وغيرها على كل في قضية إصلاح البيئة، وتجد كل ذلك سبحان بما كسبت أيديكم ببعض مما كسبتم. يريكم الله تبارك وتعالى تصرفات خروجكم عن شريعة الله تبارك وتعالى في التعامل مع البيئة. التعامل مع البيئة نفسه له أحكام. لاحظت؟ فمن خرج عن أحكام الله في هذا الاتجاه والحقوق اللازمة في هذا الباب يؤدي إلى الفساد. طيب في الجانب البشري يؤدي إلى قطع الأرحام. أعظم ما يمكن أن ينتج عن سوء العلاقات البشرية أن تحصل قطيعة بين الأرحام. هذا أول واجب. فالواجب الأول هو واجب الوصل. طيب واجب الوصل حتى لو قطعوني، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعون. قال صلهم. قال إنما أنت تسفهم التراب، يعني كأنما أنت تحث على إيه؟ على أفواههم التراب، يعني أنت هم يسيئون وأنت تحسن. ولذلك نفرق في صلة الأرحام بين التكافؤ وبين الصلة، بين المكافأة وبين الصلة. بعض الناس يقول لك والله أنا فلان هذا قريبي، عمي مثلا، عمتي، لكن والله إذا ما زارني لا أزوره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل كالمكافئ. شخص زارك فزرته هذه مكافأة، بمعنى أحسن إليك وأحسنت إليه. لكن الواصل الذي يسمى واصل ويتصف بهذه الصفة العظيمة وهي صلة الأرحام هو الذي يبدأ ولا ينتظر مكافأة، يذهب إلى أعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأقربائه ويصلهم ويحسن إليهم. إذن على كل هذا الجانب الأول عدم القطيعة، الجانب الثاني الوصل الإيجابي المستمر الذي لا يتوقف. النقطة الثالثة مساعدتهم إذا كانوا محتاجين، وهنا طبعا وآتي ذا القربى حقه والمسكين، يعني في إيتاء الأموال. إن كان الأقرباء محتاجين فلا تذهب إلى غيرهم، عندك شيء فائض من المال فائض أنفقه على أقربائك فلك فيه أجران. الأجر الأول أجر الصدقة، والأجر الثاني أجر القرابة أنك وصلتهم. فهذه من الأشياء المهمة جدا. وأيضا من آيات الإحسان التي تكلم الله تبارك وتعالى فيها عن الإحسان، تكلم فيها الإحسان إلى والإحسان إلى ذي القربى،
وبذي القربى. فتكلم الله تبارك وتعالى عن هذا الموضوع، وبالتالي الإحسان إلى الأقرباء هذا درجته عظيمة، ويفوق بطبيعة الحال الإحسان إلى غيرهم، أن هؤلاء فيهم رحم وفيهم كذلك إحسان. فهذه على كلها من الواجبات اللي حقيقة نصت عليها الشريعة. فقضية الإنفاق، الإعطاء من الزكوات إذا كانوا الأقرباء من خارج الدرجة التي تنفق عليها، عند الوالد والوالدة هؤلاء لا يدخلون في الزكوات، لكن بقية يدخلون، العم والعمة والخال والخالة، هؤلاء كلهم إذا عندك زكاة فإن من أفضل ما يمكن أن تنفق عليهم في زكاتك فهؤلاء. هذه من الحقوق على كل التي نصت عليها كذلك الشريعة. لكن الوالد والوالد طبعا لا تدخلهم في موضوع الزكاة، هو واجب عليك أن تنفق عليهم في كل المراحل. نعم. طيب، هذا فيما يخص الأقارب، جاء لتعزيز اللحمة المجتمعية. هل ما ورد من حقوق الجيرة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هل هذا أيضا من تعزيز اللحمة المجتمعية؟ وهل هناك أبعاد أخرى لهذا أم لا شيخ؟ أحسنت. بنفس الطريقة التي تكلمنا عنها، يعني الإسلام كأنما ينقلك شيئا فشيئا، نعم، إلى أن تصل إلى البعد العالمي. أنشأت علاقة مع الله تبارك وتعالى، هذه العلاقة مع الله عززت علاقتك مع البشر، لأن الله هو الذي قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالعلاقة الأخلاقية مع الله التي بنيت على أن من أحسن إلي أحسن إليه، ولدت عندك أيضا فكرة الإحسان الكلي إلى الخلق، فكرة التكافل، فكرة التراحم، فكرة أن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، وهذه من أعظم صفاته، فأنت كلما اقتربت من هذه الصفات فإنك ممدوح. ففي نفس الآيات التي تكلم فيها الله تبارك وتعالى عن إحسان الوالدين والإحسان للقربى، قال والجار، أتكلم عن والجار ذي القربى والجار الجنوب، تكلم عن الجوار في الإحسان إليهم. إذن كما تحسن إلى الآباء وإلى الأمهات، وتحسن إلى الأقرباء، وتحسن إلى المساكين، وتحسن إلى ابن السبيل، وتحسن إلى كذا، فإنك تحسن إلى الجار. والجار نوعين، إما جار قريب، وإما جار جار بعيد أجنبي ليس لا تجمعك به. فالجار القريب يجمع يعني في حقه أمرين، الحق الأول حق القربى، والحق الثاني هو حق الجوار. الجار الذي ليس لك معه قرابة فإنما له حق الجوار. وهنا نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كيف تنشأ العلاقات التراحمية والعلاقات التكافلية إذا كانت علاقاتك مع الجوار سيئة وليس فيها ما يجمع وما يؤلف؟ فمثلا نلاحظ من علاقات الجوار أن تكون لك مثلا زيارات بينك وبين جارك، وأن تزوره وتقف معه في الأفراح، وتقف معه في الأتراح، وأن تشاركه. هذه القيم على كل سبحان الله كما ذكرنا في المجتمعات البدائية، مجتمعات الريف قد تكون أكثر يعني تلاحما من المجتمعات الأخرى، بل في الريف أحيانا تجد أن الجار منزلته ومكانه أعظم من كثير من الأقرباء والأباعد، أنك أنت معه على طول يعني. فأيضا يعني حثتنا الشريعة على الهدايا والعطايا التي تمنح الجوار، يعني حتى الإنسان إذا كان والله عنده أكلة طيبة في هذا اليوم أو مرقة أو غيرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مباشرة جاره. أيضا تحمل الأذى بالنسبة للجار، ونحن نذكر قصة اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليه. فتحمل أذى الجار، والإنسان دائما القريب تحصل منه أخطاء، تحصل منه هفوات، يحصل منه تجاوز. فعلى كل هذا الموضوع أيضا من الأشياء التي تراعى. أيضا إذا كان بحاجة إلى مساعدة عند الضرورات تساعده. أيضا من الأشياء التي ثبتت للجار سبحان الله في الفقه الإسلامي حاجة اسمها الشفعة. والشفعة هي أنه إذا أردت أن تبيع بيتك أول شخص تعرض عليه هو الجار، فإذا كان هو عنده الرغبة في الشراء لا يحق لك أن تبيعها لغيره. عجيب. هذه مسألة مهمة جدا، يعني أيضا ننبه إليها الناس، هذا من حقوق الجار. فإذا راقب هو فالأولوية له، ما راقب هو تخبره بأنك ستبيع، وبالتالي له إن شاء الله هذا الحق أيضا من. فحقوق الجوار حقيقة أيضا من الحقوق الأساسية التي حثت عليها الشريعة، وتنمي حقيقة في المجتمعات الحالة السلمية وحالة التراحمية، الحالة التكافلية، يعيش الناس في سعادة كبيرة جدا بهذا النوع من العلاقات. شاكرين لكم شيخنا هذا الحضور وهذا التقديم. وصلنا وإياكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان إلى نهاية هذه الحلقة. كان معي فضيلة الدكتور حسن سلمان. شاكرين لك دكتور حسن. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. حقوق المسلم محفوظة،
ومنصوصة، وقد جاءت بها الشريعة وجاء بها القرآن وجاءت بها السنة النبوية. وأما الإحسان فهو رقي التعامل وأسماه: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. طابت أوقاتكم بكل خير. Ah